السلام عليكم. البروبلم بتاعت النهارده اسمها longest valid parentheses given a string containing just the characters قوس مفتوح قوس مقفول return the length of the longest valid well-formed parentheses substring. هو عايز هنا لما يديلنا string فيه شوية أقواس مفتوحة ومقفولة نرجع له أكبر substring مكون من أقواس مترتبة بشكل صحيح. بمعنى أول اكزامبل مثلا هنا مديني قوس مفتوح بعد قوس مفتوح تاني بعد قوس مقفول، الأوتبوت هيكون 2. ليه؟ لأن الأطول قوس أطول substring هنا مكون من أقواس معمولة بشكل صح، يعني قوس مفتوح قدامه قوس مقفول مكمله السبسترنج ده invalid برانا خالص، فهيبقى كده الأوتبوت 2. طب هنا الأوتبوت هيكون 4. ليه؟ لأن أنا عندي ده وده فاللينكس بتاعهم ب4، ده invalid وده invalid، وطبعا لو السترنج عندي فاضي فهرجع له 0. بروبلم سهلة، مش عارف هي معمولة هارد ليه، بس هي الفكرة وراها هنحلها بالستاك. دايما الحاجات اللي بيبقى فيها parentheses او اقواس عموما وكده بتتحل بالستاك. حلها هيكون عامل ازاي؟ هنعرف في الاول الستاك بسيطه. في جافا سكريبت مفيش داتا ستراكشر اسمه ستاك صريح، فعشان كده بنعرفها بالاري عادي وبنتعامل معاها ببوش وبوب، كل حاجه تمام، فهتبقى تعاملنا معاها شبه الستاك بالظبط، بس هي مش ستاك صريحه، ولكن هنتعامل معاها زي الستاك عادي. ويبقى عندنا variable اسمه max len، ده اللي هنرجعه في الاخر. هنعرف في الاول بزيرو، نفترض ان احنا لسه ما لقيناش اي سبسترنج خالص فمعرفينه بزيرو. هنلف على الكاركترز بتاعت السترنج ونشوف كل كاركتر بقوس مفتوح ولا مقفول. لو قوس مفتوح اعمل بوش للاندكس اللي انت عنده، ده كده بدايه زوج من الاقواس او سبسترنج، يعني جواها اقواس ممكن تكون فاليد وممكن تكون لا، بس بنسبه كبيره هي فاليد، ما نعرفش لسه. else دي يعني قوس مقفول. لو هو قوس مقفول اعمل ايه؟ هعمل الاول تاج دوت بوب، هبوب اللينث اللي في الاخر او اخر لينث عملت له بوش قبل كده. طيب الفكره من الحوار ده ايه؟ الفكره اني لو انا لقيت مثلا اقواس مقفوله من الاول خالص، مثلا زي ده، هنا انا لقيت قوس مقفول بدون اي قوس مفتوح قبل، فلو انا لقيت قوس مقفول في الاول وعملت ستاك دوت بوب، عشان كده انا حاطط له هنا -1 في البدايه، او حاطط له عنصر عموما، بس هنعرف كمان شويه ليه -1 بالذات. انا حاطط له عنصر فهيعمل له ستاك دوت بوب. لو انا ما كنتش حاطط عنصر وعملت ستاك دوت بوب على ستاك فاضيه، اللوجيك بتاعنا مش هيبقى كده مظبوط، فلازم نكون حاطين له في الاول عنصر. بعد ما يعمل له ستاك دوت بوب هيشوف الستاك دوت لينث دلوقتي بكام، لو برقم او في ستاك دوت لينث عموما فهنابديت الماكس لين بتاعنا، لان ما دام في لينث في الستاك دوت لينث فانا كده لقيت فاليد برينثيسيز، فاشوف اللينث بتاعه بكام واقارنه بالماكس لين، اشوف هل الماكس لين اللي انا عنده حاليا او الجديد اكبر من القديم ولا لا، واحط الماكس فيه. طب لو بزيرو مع انها ان الستاك فاضيه فاعمل بوش للاي اللي انت عندها حاليا. هعمل بوش للاي هنا، هي مش هتعرفني صراحه فيما بعد اذا كان المكان اللي انا عنده ده invalid ولا لا، ولكن هي الفكره كلها من البوش بتاع الاي اللي انا بعمله ده، هي بتعرفني زي الحدود بتاعتي في الاندسيز كسبسترنج valid ولا لا. يعني هنا مثلا في السترنج ده هتعرفني ان بدايتي بعد ما اظبط اللوجيك بتاعي وكده، بدايتي مثلا هتكون في الاول عند 0 وانا قاعد بلف في الاقواس دي. لو انا مثلا وصلت هنا وعملت ستاك دوت بوب للينث او اندكس انا كنت حاطه قبل كده، فبعد ما احسب هلاقيها بقت مظبوطه ب2. ليه؟ لان اخر اي انا هكون عامل لها بوشنج هتكون 1، ولا عند حاله ان لما يكون في قوس مقفول انا بعمل ايه؟ ستاك دوت بوب، فالواحد دي هشيلها خالص، وفي عندي هنا 0 لان انا كنت عملت لها ستاك دوت بوش لما كانت قوس مقفول، والستاك دوت لينث كانت وقتها بزيرو فعلا. طيب هنا الستاك دوت لينث مش بزيرو لان فيها اليمنت بزيرو، فساعتها هابديت الماكس لين، هشوف الماكس ما بين الماكس لين اللي هي عند هنا بزيرو واي ناقص اخر اليمنت في الستاك. الحته دي كلها بتقول لي هات اخر اليمنت في الستاك. اخر اليمنت في الستاك هنا اللي هي بايه؟ بزيرو، اللي هو الاندكس بتاع ده، فالاي اللي هو الاندكس اللي انا واقف عنده حاليا بتاع القوس ده ب2 ناقص 0 تديني 2، فبالتالي انا اديته ان اقصى لينث لقيته لحد دلوقتي بكام؟ ب2. فهي دي الفكره كلها من اللوجيك بتاعنا ده. طيب انا ليه بحطها بسالب 1 بالظبط؟ اشمعنى -1؟ لاني لو عندي حاله مثلا زي دي السترنج كان كده، لو انا حطيتها مثلا في تيست كيس وجيت اعمل مثلا بعد ما يعمل هنا الستاك دوت بوب كونسول دوت لوج، نجرب نعمل لها رن كده، فاول لفه هيلاقي قوس مفتوح فهيعمل بوش، اللفه اللي بعدها هيلاقي قوس مقفول فيعمل بوب، فهم الاثنين كده هيلغوا بعض عادي. طيب هم الاثنين لغوا بعض، فبقى دلوقتي في ايه؟ -1 حتى اهو من الكونسول دوت لوج. طيب ستاك دوت لينث، هل في لينث في الستاك؟ في لينث لان في -1 اهو، فهحسب دلوقتي الماكس لين بماث دوت ماكس
ما بين الماكسلين اللي هي حاليا بزيرو مش هياخدها اكيد، واي ناقص اخر اليمنت في الاستاك. الاي عندي حاليا بواحد، ناقص اخر اليمنت في الاستاك بكام؟ بسالب واحد. فواحد ناقص سالب واحد هتديني 2. لو انا كنت حاطط اي رقم تاني غير السالب واحد مش هتديني اجابه صح. تمام، فهي دي الفكره من اني حاطط سالب واحد. هي برضو حته رياضه شويه من لما كنا بنشرح الاكزامبل ده من شويه، ان الاندكس ده كان بزيرو، ولما وصلنا هنا الاندكس بتاع ده باتنين، فكان 2 ناقص زيرو فادانا اللينث بتاع الحته دي كلها. فانا كده حاطط اللينث بتاعي او اللوجيك بتاعه انه حسب اللينث بالاندكس ده ناقص الاندكس ده عشان يجيب اللينث بتاع الحته دي. طب لو انا عايز اجيب اللينث بتاع الحته دي، فالمفروض اجيب الاندكس بتاع، او اشرحها على هنا احسن. عايز اجيب اللينث بتاع السبسترينج ده، هقول له الاندكس بتاع ده ناقص، مش الاندكس بتاع ده بقى، الاندكس بتاع الاليمنت اللي وراه، بس مفيش هنا اليمنت وراه، عشان كده عملت لها انيشالايز بسالب واحد، لان دي صفر فقبل صفر سالب واحد. فدي يعني ايه، عشان نقرب برضو اكتر اللوجيك ورا حته ان احنا حاطين سالب واحد بالذات. فبس كده، ده كل الحل. نجرب نعمل سبميت عشان النت بس هتبقى 0 ملي سكند عادي. نبص على ده، حل معقد اكتر اصلا، ما علينا، حل بسيط اهو مفيهوش اي مشاكل. وبس كده، شكرا.